السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على أجدع زملكاوية، وصباح بإذن الله أسود مهبب منين على الجرابيع اللماليم. أنا إن شاء الله النهاردة هقول لكم الحل السحري عشان نوقف مهزلة التحيز والعنصرية ضد نادي الزمالك. كده كده احنا كل سنة بنتعاقد مع لعيبة بيطلع منهم 3 4 ملهمش أي 30 لازمة. طيب احنا بقى نعمل ايه يا ولاد؟ تعالوا اقول لكم نعمل ايه. بالصلاة على النبي هنروح على فرقة البوكس وفرقة المصارعة وفرقة الجودو اللي في النادي، ناخد لعيب من كل فرقة نحطه في القايمة. هوب، حكم زي بتاع امبارح ينزل الواد من دول يروح واخده طريحة، وده بيبقى 3 4 من لعيبة الأهلي اللي بيتنمروا وبيتريقوا على اللعيبة زي الجدع المقشف اللي ما بيستحماش ده. ماشي، نكسرهم، هيتشطب مش مشكلة، ما هو كده كده ملوش لازمة. هوب، ماتش في الدوري، حكم برضه يظلم بس وقت ما نتظلم، بس عشان احنا ما بنظلمش، احنا مش زيهم. يروح ماسك برضه الحكم كقفاين على بوكسين على واحده براوليه على واحده سنتير، وهوب هيتشط عادي، كده كده ملوش لازم. وهكذا لما يتروقوا هيحترموا نفسيهم. يقول لك انا بقى هتضرب بقى كل شويه، الناس دي مستبيعه وكده كده هم خاربينها علينا وبنخسر، يبقى ايه؟ ناخد حقنا بقى وبعدين نعمل بطوله بنت جنيه. ايه هي بقى؟ يجي من عندنا لعيب يروح ماسك فرقه النادي الاهلي كلها مكسرها، ما هم اوباش، ويروح رايح للجمهور يقول لهم خليهم ياخدوا بطولات العالم كلها. انتوا هتقولوا لهم ايه؟ لعيب واحد من عندنا ضربكم كلكم يا هفا يا لمالي. ايه رايكم في الحل ده يا اولاد؟ طبعا الكلام ده فور فن عشان جماهير الزمالك امبارح زعلت، بس والله ما تزعلوا يا جماعه. احنا فخورين بلعيبتنا جدا وفخورين بنادينا جدا، احنا حقيقيين، احنا مش مدعين ولا فيك والله، احنا ناس حقيقيه، بنكسب بجد بنخسر بجد، بنجتهد بجد. غيرنا بيكرهنا قوي ليه؟ عشان عارف ان احنا الحقيقيين، احنا الاصل، احنا الحقيقيين والله. هما فيك ناس اونطه مالهمش اي 30 لازمه، والدليل ان ايه؟ شوف كده عدد بطولاتهم المحليه مش هتلاقي تلت البطولات دي على المستوى القاري او العالمي بياخدوها. انت اللي بتتريق وبتقول لي انا كسبت مش عارف ايه وايه. طب انت واخد 88 مليون دوري، اخدت قصادهم قد ايه افريقيا؟ شوف النسبه كده، انا اخدت 12 دوري واخد قصادهم 5 افريقيا، يعني تقريبا النسبه 50%. انت نسبتك ما تعملش 20%. ليه؟ ما سالتش نفسك؟ على الرغم من وجود شطه ومصطفى مراد فهمي برضه بتخسر بره، مستواك الحقيقي بيبان. مفيش بقى من زمان بقى، الله يرحمه محمود عثمان والله يرحمه محمد حسام الدين والمرشدي واللي وجرة بدر عبد العظيم وجريشه وميريشه وكل لغايه دلوقتي البنا ومعروف، كل ده برضو بيخدم عليك عادي عادي. احنا بس هنحط الفكره دي اللي احنا قلناها في الاول على مائده المفاوضات، وان شاء الله باذن الله ناخد عليها موافقه ان شاء الله من الاستاذ حسين زبيب باذن الرحمن، وربنا ييسر نديهم علقه بنت جنيه والناس تعرف مقامها. يلا صباح الفل، لازم ما تزعلوش، احنا بنهزر يا اولاد، اوعوا تشيروا الفيديو ده هيودوني في داهيه. يلا السلام عليكم.